بطولة السوبر المصري في نسختها الثالثة في سنة 2003 كانت نسخة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، لأن ده كان السوبر المصري الأهلاوي الأول. زي النهاردة كده من 22 سنة، يوم الخميس 30 جمادي آخر 1424 الموافق 28 أغسطس 2003 على ملعب الكلية الحربية، الأهلي كان في أضعف حالاته ساعتها. قدر ان هو يفوز على الزمالك اللي كان محقق قبلها كذا بطولة، فاز عليه بضربات الجزاء. ضربات الجزاء اللي اكد فيها عصام الحضري ان هو حارس عملاق بعد ما ظهر مستواه القوي في ضربات الجزاء قصاد الاسماعيلي في نهائي الكاس في 2003. زي النهارده كده من 22 سنة كان السوبر الاهلاوي الاول في تاريخ الكورة المصرية. بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي مع المدرب أنطونيو أوليفيرا، واللي المفترض بعدها كان الأهلي يبدأ بانطلاقة قوية، ولكن العكس هو اللي حصل بشكل أكتر المتشائمين للأهلي ما كانش يتصوروا. زي النهاردة كده كان السوبر الأهلاوي الأول.